وصفة النهاردة بقى يعني حاجة شتوية أصيلة، بشوية دقيق وشوية دقيق سمولينا هنحطهم كده على بعض وهيدينا أحلى حجازية. مقاديرها سهلة وبسيطة وحاجة شتوية كده عظمة مع كوباية الشاي بحليب. نبدأ مقاديرنا مع بعض، بس الأول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هجيب عندي كوباية فاضية زي كده، هنزل فيها بنص كوباية من المية، عليها كوباية إلا ربع من السكر الحبيبات العادي خالص، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، لازم يبقى نوع خميرة كويس. وهننزل كمان معلقة حليب بودرة، لو مش متوفرة عندك مش مهم خالص. هقلب كل المكونات دي مع بعض واركنها على جنب. هنبدأ بقى نجهز مع بعض المواد الجافة معانا. عندي كوباية ونص من السميد مش عليه أي حاجة خالص، بنجيبه من عند العطار، وكوباية ونص من الدقيق الأبيض. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهنزل عليهم كمان برشة ملح، ودي أساسي معايا في كل وصفة. وهقلب كده المكونات كلها حلوة قوي. كون مجهزة عندي كوباية من المادة الدهنية، عبارة عن ايه؟ نص كوباية من الزبدة عليها نص كوباية زيت. تقدري تستخدمي نص كوباية سمنة على نص كوباية زيت. طبعا الزبدة بكون سيحتها على النار بس لازم تكون باردة. هخلط بقى المكونات دي حلوة قوي. شوف انا ما استخدمتش ايدي خالص، كله بالمعلقة لغاية لما السميد كله يتشرب معايا السمن اللي عندي. هبدأ انزل عندي بالسائل اللي هو المية والخميرة والسكر، واديها تقليبة كده. حاجة مهمة قوي عايزة اقولك عليها، اول ما تنزلي بالمية على الخليط بتاعنا ده، هتحسي ان العجينة طرية قوي معاكي خالص. السميد بيشرب كمية مية ما حصلتش. يعني لو العجينة طرية حاساها طرية معاكي، سيبيها شوية تلاقيها شدت معاكي وبقت يعني ممتازة. هغطيها واسيبها تخمر معايا شوية، واجهز بقى معاكم الحشوة بتاعتنا. عندي كوباية من السميد، وعندي كوباية من السكر، ومعلقتين كبار كده حلوين من القرفة. ويا سلام بقى كمان لو في معلقة كاكاو خام، بس انا ما كانش عندي. تقدري تستغني عن القرفة لو انتي ما بتحبيش القرفة. استغنى عن القرفة واحط مكانها معلقتين كاكاو خام. يا سلام، ما اقولكيش على الحلاوة. هنزل بقى عندي بعد ما قلبت كده المكونات مع بعض، هنزل عندي بمعلقتين من المية. هنزل بمعلقة معلقة لغاية لما الاقي معايا الخليط بقى مرمل كده وحلو كده جميل كده معايا بالشكل ده، يبقى مرمل خالص كده معايا، مش عجينة. بعد كده هبدأ اخد نص العجينة، هاخد النص الاكبر شوية عشان افرده تحت في الصينية من تحت. شايفين العجين معايا؟ مش عايزة اقولك العجينة ناشفة كمان مفرولة. هبدأ اخدها عندي، ببدأ اقطعها قطع كده في الصينية عشان تبقى سهلة الفرد عندي، وافردها بالطريقة دي. ومهم جدا ان انا اعمل ليها حرف. هنا فردت العجينة في الصينية، عملت لها حرف صغير كده من الجنب علشان ما احط الحشوة اللي عندي ما تطلعش بره الصينية. وابدأ اساوي الحشوة اللي عندي في الصينية بالشكل ده. مقاديرها سهلة جدا جدا وبسيطة، مفيش اسهل من كده. انا سبتها تختمر معايا، قعدت حوالي ساعة الا ربع. بتختمر الدقيق السمولينا ما بيترفعش زي الدقيق الابيض، يعني ممكن تختمر وهي بنفس السمك بتاعها ما بتعلاش. بعد كده هجيب النص التاني وعلى ورقة زبدة، وهبدأ افرده بالشكل ده كده عشان يبقى سهل معايا الحركة. وهبدأ اغطيه انزل بيه على العجينة اللي في الصينية، وببدأ بقى اقفل الجوانب زي ما حضراتكم شايفين كده مع بعض. مهمة جدا الخطوة دي، اقفل الجوانب الصينية كلها من فوق ومن تحت مع بعض وبالشوكة عندي، وهعمل الشكل المميز الحلو قوي بتاع الحجازية. وبعد كده هقطعها بالشكل ده، ومهم جدا ان انا اقطعها قبل ما تدخل الفرن بالطريقة دي. هدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200، قعدت حوالي نص ساعة تاخد لون من تحت. هفتح عليها الشواية من فوق، بعد ما تطلع لازم وهي سخنة أعيد عليها تاني تقطيع. وبعد كده بقت عندي الحجازية القمر دي. شايفين الحشو جوه شكله تحفة، من فوق ما شاء الله التسوية من فوق ومن تحت ممتازة. سمكها من فوق زي سمكها من تحت، يعني مش قادرة أقولك حلاوتها ولا ريحتها. طبعا حاجة زي دي كانت قلب المطبخ. يا رب وصفتنا النهاردة تعجبكم، مستنية تطبيقاتكم، والسلام عليكم.